السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض طريقة عمل البسبوسة او الهريسة. هنعملها بطريقة حلوة قوي، طريقة سهلة وبسيطة ومضمونة معاكي بإذن الله. هتعمليها احلى واطعم وانضف بكتير من اللي بنشتريها من المحلات، وهتحضريها في دقايق، مش هتاخد معاكي اي وقت في التحضير. يلا تابعوا معايا الفيديو بإذن الله، مش هطول عليكم، وبإذن الله وصفة النهاردة تعجبكم وتجربوها. يلا نسمي الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه باذن الله هنبدا في تحضيرها هو الشربات او العسل اللي هنسقي بيه الهريسه. هنيجي بقى كده في حله او كسرونه صغيره كده، هننزل بكوبايه او مج من السكر، نفس الكوبايه المعياريه هننزل بكوبايه وتلت من الميه. هننزل كمان بمعلقه كبيره من عسل الجلوكوز، لو مفيش مشكله. بعد كده هننزل بباكت من الفانيليا، ممكن نضيفه دلوقتي وممكن نضيفه قبل ما نطفي النار بدقيقه واحده. بعد كده بقى بنرفع العسل على النار، واول ما يبدأ في الغليان بنستنى عليه 5 دقايق، وبعد كده بنطفي النار على طول. نيجي بقى في بولة تانية كده، بولة غويطة، هننزل ب3 كوبايات او 3 مجات من دقيق السميد. هننزل كمان برشة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر او الكيك شيف. ونقلب بقى كده كله مع بعضه مع السميد، الملح والبيكنج باودر. وهنيجي في بولة تانية غويطة، هننزل بكوباية الا ربع من السكر العادي. هنزل كمان بمج او كوباية من اللبن المغلي لسه نازل من على النار، او كوبايه من اللبن الدافي لو السمنه معانا سايحه، لكن انا هنا السمنه تبقى جامده شويه فانا ضفت كوبايه من اللبن المغلي. هنزل كمان بمعلقه صغيره من الفانيليا السائله وباكت من الفانيليا السكر او البودر. هنزل كمان بكوبايه او مج من السمنه، نفس الكوبايه المعياريه، هي هنا كوبايه الا معلقتين. هندهن المعلقتين دول في الصينيه زي ما هوريكم كمان شويه. هنبدا بقى ندوب السكر ونسيح السمنه كده في كوبايه اللبن زي ما احنا شايفين، لحد اللبن يبقى دافي معايا، الخليط يبقى دافي والسكر يدوب معايا كويس زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد كده بقى هننزل ب3 كوبايات السميد المتضاف لهم رشه من الملح ومعلقه من البيكنج باودر. هنقلبهم كويس، هنحصل على عجينه مش جامده قوي ولا سايله قوي ولا سايله زي الكيكه كده، هنخليها يعني وسط زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنيجي بقى في صينيه مدهونه بمعلقتين من السمن بالشكل ده، هننزل بالخليط، هنفرده كويس بالمعلقه في قلب الصينيه، وهنخبط الصينيه كده خبطتين عشان يتساوى معايا. وهنخبزه بقى في فرن متوسط الحراره، درجه حراره 160، مده من 30 دقيقه ل 35 دقيقه، لو احتاج الشوايه نديها 3 دقايق ل 5 دقايق مع المتابعه باذن الله. وطبعا بنخبزها في الرف الاوسط زي ما احنا شايفين كده، ده شكلها. اخدت معايا اللون الذهبي زي ما احنا شايفين، بسم الله ما شاء الله ريحتها جايبه لاخر الدنيا. هننزل بقى وهي لسه سخنه لسه مطلعينها من النار، هننزل بالشربات او العسل بعد ما برد معانا. المفروض ان احنا بنغطيها على طول اول ما بنسقيها بالشربات، شايفين بسم الله ما شاء الله بتشرب الشربات بسرعه. المفروض ان انا اغطيها واسيبها ساعتين لحد ما تبرد وتبدا تتماسك، وبعد كده بقطعها. بس انا عشان كنت مستعجله كانت ريحتها تحفه، ما كانش حد صبر عليا والله خالص. انا هنا بدات قطعتها على طول وما صبرناش عليها، اكلناها على طول يا دوب يعني دافت بس كده. والله عايزه اقول لكم طريقه بسم الله ما شاء الله، طريقه تحفه، لو جربتوها تعتمدوها وتعملوها على طول. كده خلصت وصفتنا، بتمنى يا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم وتجربوها. ما تنسوش بقى تشجعوني وتدعموني بلايك، وتشرفوني باشتراككم في القناه، وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم كل جديد. بشكركم جدا. السلام عليكم.